السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. في حلقتنا النهاردة هتكلم عن موضوع أظنه جديد ومختلف شوية، وهو عن أقوى المهن والوظائف المؤثرة اللي كانت موجودة في السينما المصرية، المهن اللي أتقنها أبطال أفلامنا وقدروا من خلالها إنهم يظهروا قوة الشخصية اللي بيقدموها لنا. من وجهة نظري المتواضعة اخترت الثلاث مهن شايف إنهم من أقوى المهن تأثيرا على الشاشة، وهم وظيفة المحامي والطبيب النفسي والمحقق او ضابط المباحث. الثلاث مهن دول لما بيتم تجسيدهم بشكل قوي بيضيفوا جرعة من الإثارة والغموض على جو الفيلم. وتعالوا نتعرف من خلال حلقتنا على الأدوار اللي تم تناول فيها المهن دي بشكل مؤثر. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. وفي كل مهنة هنحاول نختار 3 أفلام تم تناولها على الشاشة بشكل ممتع. ونبدأ بوظيفة الطبيب النفسي، واللي تم تجسيدها على إيد العبقري محمود المليجي بشكل فوق الوصف من خلال دوره المؤثر في فيلم بئر حرمان مع السندريلا سعاد حسني. وأدى فيها الرائع محمود المليجي دور الطبيب المعالج والمكلف بعلاج سعاد حسني من مرض الفصام اللي كانت بتعاني منه بعبقرية شديدة. قدر انه يدخل في تفاصيل الشخصية ويجسدها بإتقان شديد يستاهل عليه الإشادة والتميز. نروح بعد كده للرائع رشدي أباظة، واللي أجاد برضه دور الطبيب النفسي من خلال دور الدكتور زهدي في فيلم أين عقلي، واللي كانت مهمته انه يرجع لعايدة، واللي برضه كانت قايمة بدورها الفنانة سعاد حسني، ثقتها في نفسها من تاني بعد ما زوجها ابتدى انه يتلاعب بعقلها لدرجة انه خلاص كان قرب يوصلها للجنون. وهنا جه دور الطبيب النفسي واللي اداه ببراعة رشدي أباظة بانه قدر يخليها تستعيد ثقتها في نفسها من تاني. وسريعا لاحد اصعب الادوار والدور الاكثر تعقيدا لشخصية الطبيب يحيى راشد اللي قدمها لنا النجم كريم عبد العزيز من خلال فيلم الفيل الأزرق. دور يحيى راشد يعتبر دور مركب بشكل قوي، دور مليان تحولات من خلال أحداث الفيلم. شخصية الطبيب النفسي هنا اتلعبت بشكل مختلف، هو مش طبيب قدامه حالة وبيحاول انه يعالجها، لا ده هو نفسه الحالة، وعلشان يقدر يلاقي العلاج فبيضطر انه يدخل في صراعات ما بين الماضي والحاضر. وبصراحة النجم كريم عبد العزيز ادى كل التحولات دي بشكل ممتاز. ونوصل لتاني وظيفة موجودة معانا وهي وظيفة المحامي. هنبدأ بالدور القوي المتمكن لشخصية أدهم من فيلم ملاك اسكندرية. الدور كان محتاج شخص صاحب حيلة وصبر وهدوء تام، وبصراحة النجم أحمد عز قدر من خلال كاريزمته انه يوصل جميع تفاصيل الشخصية بشكل ممتاز، وقدر انه يوصل حالة القلق والترقب لكل اللي شاف الفيلم بمنتهى الابداع. وسريعا للأستاذ والمعلم محمود المليجي وتجسيده لواحد من أصعب الأدوار عليه هو شخصيا في خلال مسيرته الفنية، وهو دور المحامي جاك بيرجاس اللي أداه ببراعة من خلال فيلم جميلة اللي كان بيتكلم عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بحرين. كان دور في منتهى القوة والجراءة وأداه بتميز يحسب له ويخليك تقول إن ما كانش ينفع حد يقدر يعمل الدور ده غير الأستاذ محمود المليجي. دور كان لازم له فنان ذات حضور طاغي، لأنك لما تلعب دور محامي فرنسي بتدافع عن واحدة متهمة بمحاربة دولته هو شخصيا، يبقى كان لازم يكون فيه جرعة كبيرة من الإقناع والتمكن. بصراحة أداهم الفنان الكبير محمود المليجي بامتياز شديد. ونوصل بقى لشخصية المحامي الأكثر فسادا وتلاعبا بالقوانين ودور فتحي نوفل للنجم عادل إمام من خلال فيلم طيور الظلام. فعلا يا جماعة دور فتحي نوفل من أجمل ما قدم الزعيم على الشاشة، لأنه دور على قد ما فيه قدر كبير من الفساد فهو فيه جزء صغير من الطيبة برضه ما نقدرش ننساه، تخليه يقف مع صديق ليه بدون أي مقابل غير إنه بس عايز يخدمه. دور فيه كتير من النرجسية لمحامي بدأ من الصفر وعرف من بدري هو عاوز ايه وقدر يوصل له من خلال التلاعب بثغرات القوانين للدرجة اللي تخلي المحامين الكبار لما تقف معاهم معضلة في قضية يلجأوا له هو. ويحسب للنجم عادل إمام إن قدر فعلا إنه يؤدي دور فتحي نوفل بإقناع شديد. أما تالت وظيفة معانا فهتكون المحقق، اللي أنا شايف إن وجودها في أي فيلم بشكل فعال وبورق مكتوب صح الصراحة بتكون إضافة
وجرعة قوية جدا من الإثارة والغموض. ونبدأ بدور الضابط محمود أبو الليل من خلال فيلم أدرينالين. بصراحة الفنان خالد الصاوي أدى الدور بإتقان يحسد عليه، وطريقة بحثه عن القاتل للدرجة اللي خلته هو نفسه يدخل في دوامة من الاضطراب النفسي، واللي خلته في الآخر إنه يقدر يفك طلاسم القضية بذكاء شديد. فعلا دور يستحق الإشادة والتميز للفنان خالد الصاوي. ونروح بعد كده لدور الضابط عماد اللي أداه النجم فتحي عبد الوهاب من خلال فيلم أحلام حقيقية. الضابط اللي بيتولى قضية قتل من نوع خاص لواحدة بتحلم بالجرائم لكنها بتتحقق فعلا في الواقع، فبنشوف ازاي انه بيحاول يحل الغاز الجريمة وبيوسع دايرة الشك لكل أبطال العمل. في الآخر بيقدر يوصل للقاتل الحقيقي، وكل ده بيدور في جو من الغموض الممتع. ونوصل بعد كده لشخصية الضابط فاروق من خلال فيلم الحفلة، الدور الجميل اللي قدمه الفنان محمد رجب. الفيلم ده يا جماعة مش واخد حقه تماما، مع انه فيلم قوي جدا، فلازم كل اللي ما شافوش يشوفوا حالا والا هيبقى فايته كتير. ونروح لشخصية الفيلم وشخصية الضابط اللي بيحقق في قضية اختفاء زوجة. بيبلغ زوجها عن اختفائها في احد المولات. بمجرد ما بيتولى الضابط فاروق القضية بنشوف انه ازاي بيحط جميع الفرضيات وبيحاول انه يحقق مع كل المشتبه فيهم. الدور اضاف له الفنان محمد رجب بصراحة بطريقة كلامه وخفة ظله لكسر حدة الفيلم، لحد ما في الاخر بيكتشف حل اللغز في مفاجأة بتكون صادمة للجميع. وبكده بتخلص حلقتنا، وارجو ان يكون موضوع الحلقة النهاردة نال اعجابكم. وارجو اذا الحلقة عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل الفيديو. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد باستمرار. وما تنسوش كمان انكم تكرمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.